بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا قطتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحه واحسن حال. جبنا بقى الورق بتاعنا. انا عارفه انا مكسله بقالي كام يوم كده، كانت نفسيتي مش متظبطه، وانا ما بحبش اطلع الا لما ابقى انا نفسيتي مرتاحه عشان خاطر انقل لكم كده طاقه ايجابيه دايما. بصوا يا حبايبي، النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل ميزانيه. في التعليقات واحده قطتي حبيبتي قالت لي انا عايزه ميزانيه ب 4300 جنيه ل5 افراد، بتاخد 2 تموين. وتعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمل الميزانيه ازاي. بس ارجوكم ما حدش يزعل، اللي قالت لي التعليقات والله انا مرتباهم في الاجنده بتاعتي، كل يوم بعمل فيديو. انا اسفه ان انا اتاخرت، بس فعلا والله غصب عني. خلاص ما تزعلوش مني. ان شاء الله باذن الله هعمل بقيه الميزانيات. انا كل تعليقاتكم وكل حاجاتكم انا ببقى محتفظه بيها عشان خاطر اعملها في كل الاوقات ان شاء الله باذن الله. بس انا اليومين اللي فاتوا فعلا كنت متوتره شويه، فما حبيتش ان انا اعمل اي فيديوهات. بس قبل ما ابتدي في الفيديو احب اعرفك بنفسي. انا اسمي سيدة حسن، ودي قناتي بتخص التدبير والتوفير وكل الاكلات الاقتصاديه، وازاي نمشي بيوتنا كده واحنا مدبرين وموفرين. الناس اللي بيقولوا لي هو ينفع 400 جنيه في الاسبوع، ينفع والله بالاكلات اللي بقول لكم عليها. صدقيني اي حاجه انا بقولها لك بقول لك بالاسعار اللي موجوده النهارده، لاني انا زيك بشتري وبعمل كل الحاجات بالاسعار اللي موجوده النهارده، مش بجيب اسعار من كذا سنه، والله هي نفس الاسعار. تعالوا بقى مع بعض نعمل الميزانيه عشان قلتش اللي قالت لي. طبعا دي انا كنت بعمل الميزانيه هنا، بس انا رتبتها لك عشان خاطر ان شاء الله باذن الله تبقى مرتبه كده قدامك وتعرفي ان انت تقسمي ميزانيتك ازاي. تعالي بقى يا قلتي نعمل ميزانية الشهر ل4300 جنيه ل5 أفراد، أب وأم و3 أولاد كبار، والتموين لفردين. خلاص، تعالوا بقى نتكلم مع بعض. قبل أي حاجة عشان أجي أعمل ميزانية، لوزة بتسلم عليكم. تعالي سلمي عليهم يا لوزة. لوزة كبرت اهي وبتسلم عليكم. دي بنت نونو حبيبتي. يلا انزلي يا لوزة، انزلي حبيبتي. قبل اي حاجة ما هعمل ميزانية هحط لنفسي بنود. يعني ايه؟ انا هخليكي بقى انت كمان تعملي ميزانيتك لنفسك. يعني هتحطي لحمة وفراخ، ده بند اللحمة والفراخ والحاجات والسمك. هنعمل بند للخزين، هنعمل بند للمنظفات، هنعمل بند للخضار والفاكهة، هنعمل بند للفطار والعشاء. ما هو احنا لازم ناخد المصروف لفطار وعشاء وغدا، مش هنحسبه غدا بس او عشاء وفطار بس، لازم نبقى كله مع بعض. بصوا بقى يا حبايبي، بصي يا قطتي، اول حاجه انت هتقسمي لحوم وفراخ وسمك. انا عملتلك الميزانيه 1000 جنيه. هتقولي لي ازاي؟ انا حطيتلك فرختين، وعلى فكره انا كمان خليتك ادخرتي من 4300 دول، هتفوضي مبلغ وهقولك عليه هو كام في الاخر. 1000 جنيه دول هتجيبي بيهم فرختين. خلاص، الفرختين هيعملوا لهم 400 جنيه. انا كنت شاريه الفرخه ب200، وفي فراخ صغننه ب150، يعني هي بتبقى كيلو ونص او حاجه. بس انت عشان 5 افراد بسم الله ما شاء الله، فهتجيبي فرختين كبار. هتجيبي كمان 300 جنيه هتحطي بند السمك، وهتحطي 300 جنيه للحمه. اللحمه بقى هتجيبي لحمه مفرومه. اللحمه المفرومه بتمشي معانا طول الشهر، هتبقى بصي كنز عندك. هتقسميها كده، حبه منهم هتعملي كفته، حبه هتعملي حواوشي، حبه هتعملي، لو جبتي كيلو لحمه ب200 جنيه هيفرق معاكي كتير. وهتجيبي ربع صدق ب50 وربع كبده ب50. ادي كده هتعمل معاكي كذا اكله طول الشهر ان شاء الله باذن الله. غير الفراخ ممكن هتطلعي من فرخه واحده هتطلعي كذا صنف، وانا قبل كده عملت لكم الفرخه الواحده طلعنا منها 10 افكار، والفيديو ده هتلاقوه عندكم على القناه، وفيديو كمان يعني هيخليكي كده تعملي افكار للفراخ. طيب برضو الفراخ ممكن تعملي منها ممكن تعملي منها ناجتس، تاخدي الصدور بتاعت الفراخ، ممكن تعملي منها كفتة، ممكن تعملي اللي انت عايزاه. وبرضو نفس الحكاية اللحمة المفرومة. ممكن بقى لو انا مش عايزة اجيب سمك خالص، مش عايزة، يعني في ناس مش بتحب السمك وفي ناس بتحب السمك زي حالاتي انا. لو كل يوم هاكل سمك هاكل عادي، مش هقول لا. لو مش بتحبي السمك ممكن تقللي من السمك. السمك فيه سمك سردين ب70، وفي سمك بلاميطة اللي احنا بنقول عليها الميكاريل، بس احنا بحب اقول عليها كده عندنا، وشخورة وكده. ففي السمك ده ممكن كمان تجيبي منه كيلو تعمليه في صينية كده بالبطاطس، هيبقى جميل معاكي جدا وهتاكله وهتشبع.
فممكن لو انت عايزه تقللي ميزانيه السمك وتحطيها مع اللحمه او مع الفراخ براحتك اللي انت حباه، وانا سايبالك كمان فلوس في الاخر عشان لو انت عاوزه تزودي الميزانيه اللحمه والفراخ براحتك. وهقولك كمان على حاجه مفيده جدا في الاخر هتمشي معاكي بروتين مع اللحمه والفراخ اللي انت هتجيبيها. خلاص، يبقى كده اول ميزانيه عندنا او اول حاجه هنحطها 1000 جنيه للحمه والفراخ والسمك. ماشي يا قطتي؟ طيب تاني حاجه الخزين. حضرتك قلتي لي ان انت عندك فردين من التموين، يعني هتاخدي 2 زيت و2 سكر، يبقى انا محتاجه عليهم 3 زيت و3 سكر. 3 زيت حسبتهم ب150، الازازه ب50، وفي ازازه ب42 انا كنت جايباها. و3 سكر انا حسبت الكيس ب30، في كيس ب26، لو انت حابه تجيبي تزودي من ابو 26. ادي كده 90 جنيه للسكر. طبعا انا حاسبه على اساس ما تزوديش سكر كتير في الاكل بالله عليكي، عشان السكر من الحاجات المضره. يعني كده هيبقى عندك 5 اكياس في الشهر. انا 4 اكياس بيكفوني، واحنا 4، احنا يعني فرق واحد بالنسبة لكم. وبرضو 5 ازايز زيت حلوين جدا ليكي. هتجيبي كمان 10 كيلو رز، 10 كيلو مكرونة. 10 كيلو رز انا ضربتهم في 30 ب300، 10 كيلو مكرونة ب25، ادي كده 250. نص سمنة جنة او كريستال هي ب85 او ب95، فانا حطيت لك 100، يعني 100 للسمنة عشان لو حابة تجيبي اللي انت حابة بيه هاتي. يعني يعني ما رضيتش اقول 80 او 75 حسب اللي عندك. هتجيبي ربع فاصوليا او ربع لوبيا ب15، هتجيبي ربع عدس بجبه او وربع عدس اصفر، دي ب15، دي ب15، دي ب15، يبقى المجموع 935 جنيه للخزين. هيتبقى معاكي 65 جنيه. هاتي البهارات بتاعتك. انا مجرد ان انا في بيتي هنا انا بجيب كمون، كزبره ناشفه، بجيب فلفل اسمر، بجيب كمان شطة. دول الاساسي عندي. ممكن انتي تجيبي بقى بهارات لحمة اللي يريحك، بس بصراحة البهارات مش فارقة معانا قوي، لان احنا كل ما بتخلص بنجيبها. ما تجيبيش كمية كبيرة وتحطيها عندك في البيت. عادي انا ممكن اجيب ب20 جنيه كل اسبوع او حاجة، مش مشكلة. المهم 65 جنيه. وبعدين التوابل مش بنحط فيها كتير، لان التوابل هي حاجة بتطعم الاكل، مش محتاج منك ان انتي تحطي معلقة كبيرة، يعني هي معلقة صغيرة بتمشي الدنيا ونبقى زي الفل مع بعض. يبقى ب5 جنيه، ب65 جنيه هنجيب التوابل بتاعتنا. طيب المنظفات طبعا ب200 جنيه انا حسبت. بس والنبي ارجوكم من اللي تكتب لي الميزانيه، انا عايزه اعرف بس لو عندك اوتوماتيك او غساله يعني العاديه بتاعتنا. انا عندي غساله عاديه، فانا هتكلم على الاوكسي العادي، يعني 4 اكياس اوكسي ب100 جنيه انا بجيبهم كل شهر، الكيس ب25 جنيه. هتجيبي ب20 جنيه سلك مواعين، ب20 جنيه كلور، ب20 جنيه صابون سائل، ب20 جنيه دوني اللي هي ريحه الغسيل، ب20 جنيه معطر للجو. هيكفيكي بجد. املي الازاز دي كده اول الشهر. 100 جنيه للحاجات الازاز دي، و100 جنيه للاوكسي، 200 جنيه. حلو جدا 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 منظفات في البيت، وهتفرق معاكي والله. انت عارفه حتى لو انت جبتي ريحه الدوني دي، وانا بعملها والله، بجيب ازازه واحط ازازه بخاخه واحط فيها ميه واحط الدوني ده حبه كده وارجها وابخ كده كل البيت، بيبقى ريحه البيت جميله جدا جدا جدا. مش محتاجه ولا معطر ولا. انا بسمع ارقام غريبه دلوقتي للحاجات الجو والمعطرات دي. في بند هنا الخضار والفاكهه هنتكلم عليه، بس قبل كده احنا هنا الاول بقى ناخد الفطار مع بعضينا. الفطار بصوا بقى يا حبايبي، الفطار انا قلت كرتونة البيض انا حسبتها على انها ب6 جنيه، يعني 6 في 30 ب180. في ناس هنا بجيب منهم كرتونة البيض ب165. انتي برضو شوفي كده المكان الاقرب ليكي والاحسن ليكي اشتري منه، بس انا حسبت ان البيضة ب6 جنيه. طبعا البيضة في كل حتة ب6 جنيه. فانتي هتجيبي كرتونة بيض هتفرق معاكي او هتفرق معاكي في حاجات كتيرة. اول حاجة كرتونة البيض، لو انا النهاردة مش عايزة اعمل لحمة وفراخ، عايزة اسلق بيض جنبها مكرونة، عندك كده وهتوفري وتدبري مع نفسك، مش محتاجة ان انتي تجيبي حاجة من بره. برضو عايزة اعمل كشري رز على عدس اصفر، عندك الكشري وعندك الرز وعندك العدس، وهتطلعي 5 بيضات تسلقيهم لكل واحد بيضة، وهتعملي طبق سلطة وهيبقى زي الفل. يبقى كرتونة البيض دي هتنفع معايا في
الفطار وهتنفع معايا الغدا. هي بتوفر. وبصي بيض عيون هتعملي لكل واحد بيضايه برضو، هتقومي عامله بقى بصل وطماطم، وبرضو الطريقه عندكم على القناه، وهتحطي البيض كده وتوطي النار عليه، بس بعد ما الطماطم والبصل والفلفل يتسبكوا هتوطي النار وهتحطي البيض وتقفلي. هيبقى كل واحد ليه البيضه بتاعته كده، وتحتها التحابيش اللي انت عاملاها. وده طبعا بتبقى اكله جميله. عايزه تسلقي مكرونه وتعملي جنبها بيض براحتك. الكرتونه البيض هتوفر معاكي طول الشهر. طيب حابه ان انت تسيبي كرتونه البيض للفطار والغدا وبس، براحتك بقى. للفطار والعشاء وبس، خلاص خليها الفطار والعشاء. هتجيبي نص جبنه قريش. انا عامله النص ب40 لان هي الكيلو عندي ب80. مش عارفه عندك بكام بقى. نص الجبنه القريش هينفع معاكي. عايزه تجيبي كيلو بدل الجبنه البيضه براحتك. انا بجيب نص من دي ونص من دي. نص الجبنه القريش بينفع معاكي لو حطيتي عليه طماطم فلفل حبشتيه كده، وبينفع معانا في الفطار. طبعا مش هنحط كل ده في الفطار، احنا ممكن ناخد كل يوم حاجه. يعني مثلا النهارده جبنه قريش معاها بيضتين مقليين، بكره هناخد حته جبنه تركي برضو بيضتين مقليين كده. الجبنه البيضه نص كيلو ب60. انا عندي نص الجبنه التركي ب65. انا عملتها هنا 70. يعني لو عندك انتي اغلى براحتك. 4 كيلو لبن. طبعا اللبن احتياجات البيت. اللبن مش هنعمل بيه بس لبن في الفطار. لو انت عندك كحك بقى وعايزه شاي بلبن، ممكن كمان تعملي بيه مخبوزات. ممكن كمان تعملي الباتيه اللي انا قبل كده قلتلك عليه مع كوبايه شاي بلبن، هتبقى جميله. ممكن تعملي رز بلبن للاولاد، ممكن تعملي بليله باللبن، ممكن تعملي شعريه باللبن. فاللبن من الحاجات الاساسيه اللي موجوده تبقى في البيت. انا عندي كيلو ب30، فانا حسبت 4 في 30 ب120 جنيه. طيب هيتبقى من 500 جنيه اللي انا حطاهم للفطار 35 جنيه هتجيبي بيهم يا اما فول وتدمسيه في البيت. وطبعا انا عامله برضو الطريقه على القناه لو حابه ان انت تخشي تشوفيها. هتجيبي نص الفول او الفول اللي انت عايزاه، هتحطي عليه نص كوبايه من العدس ونص كوبايه من الفول المدشوش، وهتحطي طماطمتين جزرايه ليمونيه وهتحطيهم على النار كده اهو. بس ما تحطوش بصل فيه، يعني بلاش بصل. وهتحطيه على النار الاول ياخد غلوه. بعد كده تقومي موطيه عليه لمده 4 ساعات. لما تحبي تزودي ميه سخنه، ما تزودوش ميه بارده. هيبقى معاكي فول جميل في البيت. او مش عايزه توجعي دماغك، عايزه تجيبي ب35 جنيه فول من عند بتاع الفول، هاتي كل كيسه ب5 جنيه. على فكره بيبيعوا عادي، قولي له عايزه كل ب5 لوحده. هتجيبي كده اكياس وتحطيها لو انت مش عايزه يعني ان انت تتعبي نفسك. هتحطيهم في الفريزر، وكل ما تطلعي كيس هتعملي جنبه. عندك بقى البطاطس المحمره والحاجات. تعالوا بقى نروح تاني للخضروات. الخضروات انا بقى هاخد برضو 1000 جنيه هوزعهم على 4 اسابيع. كل اسبوع هاخد 250 جنيه معايا، ومش هاخد غير ال 250 جنيه بس. ما تاخديش اكتر من كده، عشان انا عارف احنا بنروح السوق بنفضل نشتري كل اللي في السوق. هتاخدي ال 250 جنيه بتوع الاسبوع، هتجيبي بيهم البطاطس، هتجيبي بيهم طماطم، هتجيبي بيهم هتجيبي بيهم كل الخضار اللي موجوده اللي عندك. لو عندك حاجه مفرزاها بلاش تعيديها تاني او تجيبيها تاني، خلاص اللي متفرز طلعيه واستخدميه. الحاجات الجديده بقى شيليها على جنب. او انا بحب يعني انا في بيتي ما بشيلش حاجه والله يا جماعه في الفريزر، الا بس لو كانت تفريزات رمضان اللي فات، عشان كنت حابه ان انا اجرب. بس انا بصراحه بجيب الحاجه في الموسم بتاعها. انا ما بشيلش حاجه في الفريزر غير العيش فقط والتلج. او لو عندي فاكهه كتيره يعني زي الفراوله زي الحاجات دي بتنفع في العصير خلاص. لكن جيبي الخضار في الموسم بتاعه. عندك الخرشوف رخص، ممكن تعملي برضو صينيه خرشوف باللحمه المفرومه. عندك بصي في خضار كتير ممكن تجيبيه ورخيص على فكره. هي الطماطم بس اللي بدات تغلى شويه، بس في لسه يعني لسه في طماطم ب5 وبشوفها اللي هي بتاعت الصلصه. يبقى كل اسبوع هناخد 250 جنيه للفاكهه وللخضار خلاص، وما تطلعيش غير بال250 جنيه. طيب اجمالي الميزانيه بقى، يعني انا كده كله حسبت كده 1000 جنيه وكده 1000 جنيه ادي 2000 وكده 200 وادي كده 1000 ادي 3200 وهنا 500 ادي كده 3700. هيتبقى كام بقى من ال 4300؟ هيتبقى 600 جنيه.
600 جنيه دول بقى يا قطتي حابة تشيليهم في حصالة على جنب، خلال 10 شهور هيبقى معاكي 6000 جنيه. اقسم بالله امشي على الميزانية اللي انا قلتها لك ووفري اللي انا بقوله لك، وانتي هتشوفي هتكسبي معايا قد ايه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك، ماشي؟ لو عجبكم ان شاء الله باذن الله هيعجبكم، وانتظروا بقى مني الفيديوهات والتعليقات اللي جات لي. ارجوكم يا حبايبي ما تزعلوش مني على التعليقات اللي جات، والله كل يوم ان شاء الله باذن الله هعمل ميزانيه من اللي انتوا عايزينها ان شاء الله باذن الله. بحبكم واشوفكم فيديو جديد. يلا يا لوزه قولوا لهم ما تنسوش اللايك والاشتراك. بحبكم واشوفكم فيديو جديد. بصوا لوزه تموت في اللعب، تموت في اللعب. ومع السلامه، باي باي.